لو عندك حرقان في صدرك، لو عندك حموضه، لو الاكل بيرد في زورك او بيرجع، لو عندك احتقان في حلقك، غالبا انت عندك فتق في الحجاب الحاجز وده عامل لك ارتجاع مريء. ربنا خلق لنا ميكانيزم معين بيمنع ارتجاع الاكل من المعده للمريء، المعده مطحنه للاكل، وبالتالي لما بيحصل خلل تشريحي في النظام دوت بيحصل ارتجاع لكل عصاره المعده والاكل الى المريء. ده بيكون علاجه علاج جراحي، لان السبب في المشكله بيكون سبب تشريحي وهو الفتق في الحجاب الحاجز، وبالتالي بيكون علاجه علاج جراحي. في الفتره الاخيره علاج الفتق الحجاب الحاجز بالمنظار انتشر جدا، عشان زي ما قلنا قبل كده المنظار بيخلينا نعمل العمليه عن طريق فتحات صغيره في جدار البطن تخلينا نشوف احسن، والفيجواليزيشن او الرؤيه تكون افضل، وتخلي العين يتعافى سريعا. عمليات اسمها النيسن فاندوبلايكيشن او التوبي فاندوبلايكيشن، عمليات امنه نتائجها سحريه، بتمنعني من ارتجاع المريء، بتمنعني من الاعراض السيئه، بتحافظ لي على جدار المريء بتاعي من الاورام.